في قهوة صغيرة في حي شعبي كان في شاب اسمه كريم. كريم كان شاب عادي بيحب يلعب كورة مع أصحابه ويقعد مع العيلة، لكن كان عنده مشكلة غريبة. كل ليلة كان بيشوف حلم مرعب، حلم بيتخلي في دوامة من الرعب والخوف. في الحلم كان بيشوف روح سودة، عيونها حمراء وشعرها طويل ومتجعد. الروح دي كانت بتطارد كريم في كل مكان وبتقرب منه لحد ما يحس إنه هيموت من الخوف. كريم حاول يتجاهل الحلم، لكن كل ليلة كان الحلم بيزيد شراسة. لما كان يفوق من النوم كان بيلاقي نفسه عرقان ومش قادر يتكلم. أصحابه بدأوا يلاحظوا إنه مش طبيعي، كانوا بيسألوه عن السبب، لكنه كان بيقول لهم إنه مفيش حاجة وبيضحك عشان ما يخافوش عليه. في يوم من الأيام كريم قرر إنه يروح لشيخ معروف في الحي. الشيخ ده كان معروف إنه بيحل المشاكل الروحية. لما وصل له حكاله على الأحلام المرعبة اللي بتجيله. الشيخ سمعه بتركيز وقال له: يا ولدي، الروح دي مش عادية، لازم تحاول تعرف سبب وجودها. كريم بدأ رحلة البحث، سأل الجيران والأهل، ولاقي إن في واحدة من العيلة كانت ميتة بشكل غامض، اسمها فاطمة، وكان لها قصة حزينة. كانوا بيقولوا إنها كانت محبوبة في الحي، لكن بعد ما ماتت الناس حسوا بوجودها وكأنها كانت بتحاول توصل رسالة. قرر كريم إنه لازم يكشف سر فاطمة. بدأ يسأل عن حياتها ولاقي إنها كانت بتحب كورة وكانت بتحلم إنها تلعب في فريق كبير، لكن بعد وفاتها محدش من الفريق اهتم بذكراها. في ليلة من الليالي كريم حلم بنفس الحلم، بس المرة دي إنها أقرب له. سمع صوتها وكان صوتها حزين. قالت له: أنا هنا عشان أقولك إني محتاجة تبص لذكرياتي، أنا مش عايزة الرعب، أنا عايزة تذكروني. فجأة كريم حس بشيء غريب، حس إنه مش خايف بل إنه مرتاح. قال لها: فاطمة، أنا هعمل اللي تقدري عليه، هتكلم عنك وهخلي الناس يعرفوا قصتك. بعد الحلم كريم بدأ يتكلم مع أصحابه عن فاطمة، بدأ يجمع صورها ويرسم ذكرياتها. شوية بشوية الناس في الحي بدأوا يرجعوا يتذكروا فاطمة، وبدأوا يشاركوا القصص الحلوة عنها. الحلم المرعب بدأ يقل والروح السوداء بقت أقل ظهورا. كريم حس بإحساس غريب كأنه عمل واجبه، وفي ليلة هادية حلم فاطمة ظهر له مرة أخيرة، بس المرة دي بعيون مليانة ضوء. قالت له: شكرا كريم، دلوقتي أنا مرتاحة. وبكده انتهت القصة، وبدل ما كان يحس بالخوف بقى كريم يحس بالسلام. الروح اللي كانت بترعبه بقت ذكرى جميلة في قلبه.